لما الدكتور مصطفى محمود كتب جملة لا تكن لطيفا أكثر من اللازم، كان عارف إن إحنا من غير ما نقصد بنبقى طيبين قوي مع الناس اللي بنحبهم، فعلى طول بنتعامل معاهم حلو وبنساعدهم لو كانوا محتاجين حاجة، وبيوصل الموضوع إن إحنا ممكن جدا نيجي على نفسنا علشانهم بس عشان إحنا بشر. وللأسف أغلبنا لما بيلاقي حد كويس معاه بيفضل يشيله أكتر من طاقته، وساعات كمان بيبدأ يحس إن الكويس اللي بيعمله ده شيء طبيعي عشان هو اتعود منه على كده. فاحنا لازم نفهم يعني ايه لا تكن لطيفا اكثر من اللازم. حب الناس ومساعدتهم والتعامل معاهم بحسن نية، كل دي حاجات كويسة جدا ومطلوبة منك بس بحدود. ما تحبش حد لدرجة انك تيجي على نفسك طول الوقت علشانه فتنسى حقوقك. ما تسمحش لحد يستغل طيبتك وحبك ليه في انه يخليك تعمل حاجة غصب عنك او فوق طاقتك. خلينا نكون معتدلين في علاقتنا بالناس اللي بنحبهم، عشان اي حاجة لما بتزيد عن الحد المسموح بتبقى خطر جدا، خصوصا حب الناس. وده مش معناه انك تكون وحش مع الناس او سخيف مثلا، معناه ببساطة انك تكون معتدل في تعاملك مع الشخص اللي قدامك. ربنا يبعد عنك اي حد بيحاول يستغل طيبتك وحبك ليه.